الكليبنج دلوقتي هو احسن بيزنس موديل اللي ممكن تبدا بيه في 2026، لان انت حرفيا ممكن تعمل كونتنت من غير ما تظهر بوشك. وكل اللي انت بتعمله انك بتاخد فيديوهات طويله وتحولها لفيديوهات شورتس وتنزلهم على منصات زي اليوتيوب او التيك توك، وكل المشاهدات اللي انت بتعملها بتاخد عليها فلوس. وناس كتير هنا هتقول لي طب ازاي انا هاخد فلوس وانا اصلا مش مفعل ربح على اليوتيوب او التيك توك؟ الكليبنج على منصات زي واب مش محتاج يكون عندك فولورز كتير او حتى تفعل ربح على اليوتيوب او التيك توك، لان كل صناع المحتوى اللي انت بتعمل لهم فيديوهات بيدفعوا لك مبلغ معين على كل 1000 مشاهده. يعني مثلا صانع محتوى زي ده بيدفع $1 على كل 1000 مشاهده، ولنفترض ان انا نزلت فيديو صانع المحتوى ده والفيديو جاب 100,000 مشاهده، وساعتها صانع المحتوى هيدفع لي $100 لان هو بيديني على كل 1000 مشاهده $1. وحرفيا عشان تبدا تعمل فلوس على المنصه دي زي ما انا عملت بالظبط، كل اللي انت محتاجه هو الموبايل بتاعك والواي فاي. خلينا نخش دلوقتي على الموقع واوريك ازاي بنشتغل خطوه بخطوه. اول حاجه طبعا هنعملها دلوقتي هي ان احنا هنخش على موقع واب. زي ما انتم شايفين دي الصفحه الرئيسيه. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نعمل اكونت، فباجي عند ساين ان هنا وبدخل على ساين اب لان انا محتاج اعمل اكونت جديد، وبعمل اكونت بجيميل او ممكن اعمله بالايميل عادي. فمثلا هخش على جوجل من هنا، وطبعا بتحط الجيميل بتاعك، وبعد ما تخلص بيطلب منك شويه حاجات بسيطه زي ان انت تحط الاسم بتاعك او اليوزر نيم، وبتظبط شويه حاجات كده، وبعد ما تخلصها الاكونت بيفتح معاك ويكون جاهز للشغل. وخلينا نقول دلوقتي ان انا دخلت على الاكونت بتاعي، واول ما بيفتح بيظهر معاك عند الهوم. طبعا انت عشان تبدا تخش على الكامبينز اللي ليها علاقه بالكليبنج بدخل على الديسكفر من هنا وبختار الكليبنج. بعد ما تختار الكليبنج بيبقى قدامك 4 اختيارات، يا اما ان انت تشتغل بالفيديو كليبنج، يا اما اليو جي سي كونتنت، يا اما البودكاست كليبنج، يا اما الميوزك كليبنج. طبعا الفيديو كليبنج ده اكتر حاجه احنا بنشتغل عليها، ودي يعني اللي غالبا هنشرحها دلوقتي في الفيديو. واليو جي سي طبعا محتاج انت تصور بوشك، فده حاجه مش هنعرف نعملها. البودكاست طبعا ليه علاقه بالفيديو، ممكن اصلا نلاقيه في الفيديو عادي، فده احنا بنشتغل الاثنين دول بس. والميوزك كليبنج احنا يعني مثلا انت لو عندك كونتنت وعايز تكسب منه، بتبدا ان انت تستخدم الميوزك المطلوبه في الكامبين دي، وبتاخد عليها فلوس على المشاهدات اللي بتجيبها على الفيديو بتاعك. فطبعا احنا ما عندناش كونتنت لسه، ومحتاجين ان احنا نعمل كليبنج للكونتنت لناس تانية. فهنخش على الفيديو كليبنج زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما بيفتح معاك طبعا زي ما انت شايف هنا كده كل الكامبينز البابليك اللي موجوده هنا، ممكن تشتغل مع الشخص ده، ممكن مع ده. طبعا قدامك كامبينز كتيره جدا جدا جدا، ويعني حرفيا كل يوم بيبقى فيه كامبينز جديده، فانت لازم دايما تبقى متابع. ولكن انا عندي ابديت تاني في المنصه، وهو الجروب ده بيبقى عباره عن جروب فيه كل الكامبينز اللي بتنزل، ويجيب لك طبعا هي بتدفع كام، وبيجيب لك كل التفاصيل بتاعتها. طبعا زي الناس اللي اشتغلت قبل كده متعودين على الابديت القديم ده، يعني شبيه بيه، ولكن هم عدلوا شويه حاجات فيه. زي ما انتم شايفين ممكن ندخل على الجروب ده كده، وطبعا هتعمل جوين، ولكن انا عشان اعمل جوين قبل كده فهفتحه من هنا، وهيظهر لي كل الكامبينز وكل التولز. طبعا الجروب ده معمول اصلا من واب نفسها، فالجروب ده كويس ممكن اصلا تشتغل عليه. هنيجي هنا هندخل على الكونتنت ريورد. طبعا زي ما انتم شايفين كل الكامبينز اللي انا قلت لكم عليها موجوده هنا. هتلاقي طبعا دي كامبين وكامبين. طبعا تقدر تعمل السورتنج من هنا، هتيجي هنا وتعمل مثلا اكتر حاجه اتدفعت. تيجي هنا مثلا هتلاقي مثلا مين تريدر هنا عامل البادجت قدامها حوالي $4000 وتخلص. طبعا دافع $23,000 للكليبرز عشان يعملوا له الكليبنج للفيديو بتاعته، بيدفع $1 على كل 1000 مشاهدة. طبعا لو نزلت شويه تاني هتلاقي مثلا ده $6، بس ده فاضل له $300 ويخلص خلاص. طبعا من الحاجات المهمه اللي لازم تركز عليها انك تشوف كامبين البادجت بتاعتها قدامها شويه، عشان تلحق ان انت تعمل اصلا فيديوهات وتلحق تجيب مشاهدات كويسه عشان تاخد عليها فلوس. واكيد طبعا لو نزلنا تحت شويه هنلاقي برضو حاجات كتير. كمان ممكن اعمل الكاتيجوري اخليها بيرسونال براند، ممكن اخليها اي حاجه تاني غير كده، ولكن اكتر حاجه بتشتغل هي الاشخاص. يعني ده برضو دافع هنا 9000، ولكن البادجت قربت تخلص. عندي ايه تاني؟ عندي ده فاضل له 5000 لسه. انت بتبدا تجمع الحاجه المناسبه ليك وتبدا تشتغل فيها، وهوريك دلوقتي ازاي تفهم تفاصيل كل كامبين، وازاي تفهم الشروط، وازاي تشتغل عليها بالتفصيل. وليكن انا هشتغل دلوقتي مع الشخص ده، والشخص ده عامل شروط هنا معينه. لازم طبعا انا اقرا الشروط دي واشوف هو بيشتغل على انهي منصات، عشان اشوف هل ده مناسب ليا ولا مش مناسب. طبعا هو احنا عرفنا خلاص ان هو مش نصاب ودفع مبلغ كبير، فدي اول حاجه بنشوفها. المينيمم باي اوت $1، دي حاجه حلوه جدا. يعني لو انت جبت 1000 مشاهده هتاخد عليها فلوس. يعني مثلا في حد ممكن يقول لك اقل حاجه للدفع 5000 مشاهده اللي هم $5 مثلا. ده بيبقى يعني على حسب كل شخص هيقدر يجيب 5000 ولا لا، ولكن اللي هو يدفع من اول 1000 ده
فده كويس جدا لان هو بيتيح لاي حد اصلا ان هو يعمل فلوس من اول يوم. طبعا عندي ماكس بي اوت $500، ده حلو جدا عشان لو فيديو عندك ضرب. وعنده طبعا الانستجرام والتيك توك واليوتيوب، بيستخدم التلاتة. وطبعا مطلوب انت تشتغل على التلاتة او تشتغل على واحده منهم براحتك عادي. طبعا عندي اول حاجه هنا في الريكويرمنتس ان هو الفيديو لازم يتضمن الشخص ده. ما ينفعش ان انا اعمل فيديو يعني في صوت بس، لا، الشخص ده لازم يكون ظاهر فيه. لازم اعمل له تاج في الفيديو. لازم الفيديو احط مثلا اللي هي البي رولز، او احط جرافيكس معينه، احط كابشنز الكلام. كل الكلام ده لازم يبقى موجود عشان يعني الفيديو يبقى الكواليتي بتاعته محترمه، والفيديو ينزل ان شاء الله اصلا يجيب مشاهدات. يعني اصلا ما ينفعش تعمل اي فيديو خلاص، لان انت لو عملت اي فيديو كده واي كلام ورفعته، الفيديو ممكن يجيب 100 مشاهده، وده يعني اكتر سبب بيخلي الناس تفشل في الكليبنج. طبعا انا بيقول لك لازم تعمل له فولو على الانستجرام والتيك توك واليوتيوب. الانجيجمنت لازم تخلي طبعا اي مشاهدات هتعملها ما ينفعش تستخدم اي بوت او ان انت تعمل اي اعلانات. ما ينفعش تسرق اي محتوى من شخص تاني شغال على الكامبين دي. طبعا الجمهور لازم يكون جاي جمهور اجنبي من امريكا. وطبعا هو اخر حاجه بيقول لك عليها هنا ان هو ليه الحق ان هو يمسح او يرفض اي فيديو هتقدمه، والفيديو مش هيكون مطابق للشروط اللي هو منزلها. طيب ازاي دلوقتي هدخل على الكامبين؟ اول حاجه بعملها بفتح الكامبين من هنا، فتحت معانا زي ما انتم شايفين، وبعمل جوين فور فري. طبعا لازم تعمل جوين. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي بعد ما دخلت على الكامبين هضغط هنا على، طبعا انا في الكونتنت ريورد ودخلت على الحمله، هلاقي هنا زي ما فعلا قال لي ان هو بايع حوالي $3000 او 4000. بيدفع $1. نفس الكلام بالظبط اللي موجود في الناحيه التانية، ولكن الاضافه هنا ان هو حاطط لي الاسيتس او حاطط لي المصادر والفيديوهات اللي انا هبدا ان انا اعمل لها كليبنج. فطبعا لو دخلنا هنا على القناه بتاعته هيطلع لي مثلا فيديوهات طويله، وابدا اخد الفيديوهات الطويله دي واحولها لفيديوهات شورتس. كمان انا حابب اوريك حاجه دلوقتي برضو، مثال قدام عينك. يعني لو جينا هنا خدنا التاج اللي هو عامله ده، وابدا ان انا اعمل سيرش بيه. وبعد ما عملت السيرش هدوس على شورتس هنا، وهيظهر لي كل الشورتس اللي اتعملت الفتره دي، او كمان ممكن اخليها يعني اليومين دول. وهعرف كمان الناس اللي شغاله مع الشخص ده على موقع ويب بيشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه، ومين بيجيب مشاهدات اكتر ومين بيجيب مشاهدات اقل، والاخطاء اللي بيعملوها وكل الكلام ده. يعني لو نزلنا شويه تحت كده هنلاقي طبعا ده 900 مشاهده مش كويس، ده 1300 ده عادي. ممكن كمان اجي من هنا اعمل ان هو يجي لي احدث حاجه زي ما انتم شايفين اهو، 17 دقيقه، 30 دقيقه، 6 ساعات، وده 6 ساعات هو كمان، وجايب 1000 مشاهدة. يعني ده حرفيا جايب له $1 من 6 ساعات. لو دخلنا على القناة عنده عامل 91 فيديو، وكل فيديو بيجيب حوالي 1000 أو 2000 7000 حرفيا، وده جايب 19000. طبعا انت لو جيت حسبتها، وده كمان 26000، يعني ممكن نيجي في الأسبوع يعمل له حوالي $300 أو $400 باللي انا شايفه ده. طبعا عنده فيديوهات كمان ما بتجيبش بس هو مكمل. يعني ده بقى الفكره كلها من اليوتيوب عموما، او انت تبدا تشتغل على الشورتس، ولكن هو المحتوى بتاعه مش احسن حاجه، ففي فيديوهات كتير مش بتضرب. يعني لما تلاقي فيديوهات جايبه 3 والكلام ده اعرف ان دي اخطاء على طول، ما تعملش زيها خالص. لكن لما تلاقي فيديو جايب 5000 جايب 4000، طبعا لو جايب اكتر يبقى احسن. تشوف هو عامل ايه وعامل الهوك ازاي. زي ما انتم شايفين 30000 31000. انا ممكن كمان اطلع هنا اجيب اعلى حاجه هو جابها 33000. يعني عمل من الفيديو ده $33، $30، $30، $26، لان هو صانع المحتوى ده بيدفع $1 على ال1000 مشاهده. وطبعا بعد ما اخلص واعمل الفيديوهات بتاعتي ببدا ان انا اعمل الاكونتات. وطبعا يعني دي حته مهمه جدا، وانا برشح لاي حد مبتدئ ان هو ما يعملش اي اكونت على الانستجرام او التيك توك، لان المنصات دي صعبه، والمنصات دي محتاجه ان انت تكون اكتف وبتنزل عدد فيديوهات كتير. يعني ممكن تنزل حرفيا في اليوم 3 فيديوهات او 4 فيديوهات عادي جدا، والفيديوهات مش هتجيب مشاهدات عاليه لان انت لسه جديد، ولسه يعني المنصه لسه مش متعوده عليك. غير ان انت لما تشتغل على اليوتيوب حرفيا انت لو عامل قناه من الصفر ولسه 0 مشترك، اول فيديو بتنزله لو الفيديو مظبوط والهوك بتاعه كويس هيعمل له بوش على طول، والفيديو حرفيا بياخد له 24 ساعه تسيبه، ويعني ممكن اول فيديو يجيب معاك 2000 مشاهده عادي جدا.
وحابب كمان اقول لك على حاجه، ان انا كنت عامل ورشه قبل كده قبل التحديث الجديد، والحمد لله الورشه كانت ناجحه جدا، وكان معايا اكتر من 50 مشترك فيها، وحرفيا وانا بشرح لهم لايف عملت فيديو، والفيديو ده جاب 10000 مشاهده زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو. الفيديو كان جايب 10000 مشاهده وجايب 12 مشترك. الفيديو ده انا عملت منه $50، وانا يعني كنت بشرح، انا ما عملتش اي حاجه، كنت بشرح عادي جدا، وخدت الفيديو نزلته وقلت لهم يا جماعه ان شاء الله بكره هنشوف الفيديو هيعمل ايه. وفي نفس الوقت ده يعني حاجه كده بسيطه برضو، يعني فور فان، يعني عادي جدا، انا مش اصلا مش مركز معاها، يعني انا مش مستني اي عائد مادي، انا عملت ده للشرح وقلت هنزله هشوف هيعمل ايه. وطبعا النتيجه زي ما انتم شايفين اثبتت ان الفيديو اصلا معمول صح، والهوك معمول صح، والفيديو نزل على قناه جديده من الصفر، ونزل اول فيديو جاب 10000 مشاهده. وانا مش بوريك الكلام ده عشان حاجه معينه، انا بس عايز يعني اوضح لك قد ايه الموضوع سهل، قد ايه الكليبنج ده فرصه، يعني فرصه قويه جدا 2026. حاجه زي الدروب شيبنج، حاجه زي التداول لما طلعت قبل كده وانت ما لحقتهاش، فحاول ان انت تستغل الفرصه دي. وحابب برضه اوريك ان انا كنت شغال على الويب سايت ده من ابريل 2025، والحمد لله كنت الفتره دي يعني كانت فتره عظيمه جدا، قدرت اعمل فيها $1200، يعني حرفيا عملتهم في حوالي شهرين. وكمان انا ما كنتش بشتغل، يعني انا كنت بشتغل اللي هو شغل اي كلام وخلاص، كنت بجرب مش اكتر، ولكن لو كنت حطيت مجهود كبير فيه كنت اقدر اعمل $1000 كل شهر عادي جدا، واكتر من كده بكتير. حابب برضو اقول لك ان مجال الكليبنج ده من اكتر المجالات المناسبه للطلبه، ومناسب لاي حد عايز يعمل سايد هاسل على جنب. وعايز برضو اقول لك ان انت ممكن تكون اول مره تسمع اصلا يعني عن واب او الكليبنج او كل الكلام ده، يعني الحاجات دي منتشره اكتر عند الاجانب، ولسه يعني لسه المفروض ان هي تخش الوطن العربي. حتى على الويب سايت مش هتلاقي اي ناس عرب خالص، ففي الاغلب انت هتكون سمعت الويب سايت ده مني قبل كده، يعني انا عملت فيديو قبل كده عن الموضوع ده، يا اما هيكون اي شخص تاني ومش هيقول لك على الكلام اللي انا هشرحه لك في القناه. وعايز اقول لك برضو ان انا خلال الفتره الجايه ان شاء الله هشرح المنصه اكتر، وهشرح استراتيجيات تخلينا نعمل $1000 في الشهر عادي جدا، وهشرح ازاي نعمل فيديوهات بشكل صحيح، وايه الفيديوهات الترندي، ازاي نعمل فيديوهات مظبوطه. اي حاجه ليها علاقه بالكليبنج ان شاء الله هتتشرح على القناه دي. فكل اللي انا طالبه منك انك تعمل لايك على الفيديو ده، وتعمل سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان اي حاجه جديده انزلها توصلك على طول. بالتوفيق يا بطل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.